الجنيه المصري بينخفض أمام الدولار الأمريكي، والدولار يرتفع ليصل إلى 51 جنيه و85 قرش في البنك المركزي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكل متابعينا في القناة. اليوم معنا تحديث مهم جدا عن سعر الدولار اللي شهد ارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم، وده بعد حالة من الاستقرار النسبي في بداية اليوم، لكن واضح إن السوق بدأ يتحرك لفوق تاني زي ما ذكرنا بالأمس. سجل الدولار في البنك المركزي المصري 51 جنيه 71 قرش للشراء، 51 جنيه و85 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري فسجل الدولار 51 جنيه و87 قرش للشراء، 51 جنيه و97 قرش للبيع. في بنك مصر سجل الدولار 51 جنيه و87 قرش للشراء، 51 جنيه و98 قرش للبيع. أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار 51 جنيه و84 قرش للشراء، 51 جنيه و94 قرش للبيع. وأخيرا في بنك القاهرة سجل الدولار 51 جنيه و73 قرش للشراء، 51 جنيه و83 قرش للبيع. واضح إن في ارتفاع بسيط في أغلب البنوك، وده ممكن يكون بداية تحرك جديد في السوق، خاصة مع أي أخبار اقتصادية أو تغيرات عالمية. لو عايز تتابع سعر الدولار لحظة بلحظة وتعرف أي حركة بتحصل أول بأول، اشترك في القناة واعمل لايك في الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اتفضل. سلام.